مرحبا، وصفتنا اليوم المعروك السوري أو خبز التمر، من أطيب المعجنات اللي راح تجربوها، وراح تكون العجيناي خفيفة مثل القطن، بس تجربوها راح تدعولي على قد ما ناجحة ومضبوطة. تابعوا الفيديو إلى النهاية حتى تحصلون على نفس النتيجة، واعتذر منكم لأن صوتي شوية تعبان. ويلا نبدي بالمكونات ونقول بسم الله. عندي هوني 4 أكواب وربع طحين، ونص معلقة كوب ملح. نخلط الملح مع الطحين ونتركهم على صفحة بين ما نحضر المكونات السائلة. عندي هوني كوب وربع حليب دافي، و5 معالق أكل شكر، وراح استخدم معلقة أكل من خمرة ستار مايا، خميرة فورية سريعة الذوبان، نوعيتها حيل مضبوطة. ونخلطهم بس تذوب الخمرة عدنا. بعد نضيف بيضة حجم وسط تكون بدرجة حرارة المطبخ، و100 غرام زبدة أو نص كوب زبدة، كن ذوبتوها وتكون دافية عدنا. ونخلطهم بس يندمجون عدنا، نبدي نعجن. وإذا تحبون تنكهوها بشوية محلب أو فانيلا حسب رغبتكم. نضيف بالتدريج ونعجن. بالبداية راح تكون العجيناية عدنا لينة وتلزق، بس نعجنها مليحة راح تكون مضبوطة عدنا. مثل ما ترشعون صار قوامه مضبوط ومتماسك. وبس نكمل، نغطيها بنايلون وقطعة قماش ونتركها بمكان دافي لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمه. بالنسبة للحشوة، عندي هوني 500 غرام تمر مفلس، بس راح أضيف له معلقة دهن حيواني أو دهن نباتي حسب المتوفر عندنا. ونعجن التمر مليح وبعدها نتركه على صفحة بين ما تختمر العجيناي عدنا. وهوني بعد ساعة تكون اختمرت راح أبدي أقطعها. راح أقطعها 12 قطعة، ونحاول نعمل القطع بالتساوي، يعني يكون نظرنا قياسنا. وبس نكمل نغطي قطع العجينة بقطعة قماش حتى لا ينشف وجه العجينة عدنا. ومباشرة نمد القطعة ونشكلهم، ناخذ القطعة ونفتحها بالطول بهذا الشكل. وناخذ قطعة من التمر وبإيدنا نشكلها ونحطها على طرف العجين. وبعد نلفها ونقفل الحوافي مليح حتى لا تنفتح عندنا بالشوي. وبحافة السكين نقطعها بهذا الشكل حتى يبين التمر عندنا. ونعملها على شكل دائرة ونقفل الحوافي مليح.
ونكمل كل الكمية بنفس الطريقة. وراح أصفطهم بشرح على ورق زبدة وتكون مسافة بين القطع، وبس نكمل نغطيهم بنايلون وقطعة قماش ونتركهم بمكان دافي لمدة 30 دقيقة حتى يتضاعف حجمهم. وهوني بعد 30 دقيقة راح أدهنهم بصفاغ بيضة ومعلقة أكل حليب، وإذا تحبون تضيفون شوية فانيلا. وللتزيين نضيف لهم رشة سمسم محمص. ويكون الفرن حار عندنا على درجة حرارة 200 مئوية من الأسفل لمدة 20 دقيقة تقريبا. ومن يستوي الأسفل بعد نعلق الوجه لمدة دقيقتين حتى ياخذون لون عندنا ونطلعهم من الفرن. وهوني بعد ما استووا عندي راح أغطيهم بقطعة قماش كم دقيقة حتى يظلون ناعسين عندي. طلعوا خفاف مثل القطن وحيل طيبين وطريقتهم حيل مضبوطة. أريدكم تجربوهم وتعطوني رأيكم بيهم. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسون اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو. وإذا كنتم جداد على القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات حتى يجيكم إشعار من أنزل فيديو جديد. والمقادير مكتوب بصندوق الوصف. وألف عافية.